السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بقى أنا هعمل البوتاجاز ده أهو إن شاء الله. تعالى كده بص على شوف الرابط كده شوف المنظر. تعالى شوف المنظر كده من هنا. شوف كده شوف المنظر. شوف المنظر. إن شاء الله تتابعوني بقى إن شاء الله لنهاية الفيديو، وبإذن الله تشوفوا حاجة جميلة وتعجبكم. ان شاء الله تشوفوا حاجه جميله. دي مراحل شغل في البوتاجاز بتاع رويال جاز اللي كان متدمر خالص اهو، لسه متدمر اهو كمان، بس انا ببدا فوق ماشي بالصلاه على حضره النبي. عازل حراري ومواسير جديده وشاسيهات والشغل ده كل ده باذن الله هظبطه، وتابعوني مع اخر الفيديو. تابعوني لاخر الفيديو ان شاء الله. مراحل البوتاجاز اهوت، بوتاجاز بسم الله ما شاء الله، وهيطلع 10 على 10، وان شاء الله هتبقوا مبسوطين. واللي يبقى مبسوط من البوتاجاز ومن مراحل الشغل بتاعه يكلمني في الكومنتات ويعلق لي ويعمل لي اشتراك في القناه. ده بوتاجاز بقى ايه لسه هنشتغل فيه ونبدأ فيه. شخص متبهدل خالص هذا الوش ده كلها. فربنا يعيننا بقى على ايه، على عمله ان شاء الله. مراحل صيانة البوتاجاز طبعا دي كله كان صاج متاكل اهو فوق وتحت ماشي. ان شاء الله بامر الله تابعوني لاخر الفيديو، هتلاقي الشغل 10 على 10 باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. البوتاجاز اللي كان بايظ خالص الحمد لله احنا جمعناه وبقى حاجه كويسه اهي. ده منظر البوتاجاز بعد ما وضبناه. وتحت كمان اهوت برضو كان متدمر خالص، واحنا عملناه الحمد لله ماشي. والبوتاجاز جددناه. ولو في اي حد عايز اي استفسار يستفسر معايا على الكومنتات، يكلمني في الكومنتات وانا هرد عليه ان شاء الله. لو في اي حاجه جديده برضه هنزلها لكم على قناه رزق شعيب على اليوتيوب. والسلام عليكم.